لو بتحبوا التوست يبقى هش وخفيف ومش مكتوم وطعمه جميل، يعني يتاكل حاف حرفيا، كل ده موجود في وصفتنا النهاردة. وهنشوف مع بعض كل التركات اللي تطلع معانا توست ناجح جدا من أول مرة. أول حاجة هنجهز الخميرة بتاعتنا. معانا كوباية إلا ربع لبن يكون فاتر، كمان معانا معلقة صغيرة وربع خميرة ومعلقتين كبار سكر. هنقلبهم في بعض ونسيبهم على جنب لغاية ما الخميرة تتفاعل. هنحتاج كمان في وصفتنا كوبايتين ونص دقيق، وهنضيف عليهم ربع معلقة ملح وهنقلبهم مع بعض. الدقيق هو متعدد الاستخدامات وممكن تستخدموا كمان الدقيق بتاع العيش. في بولة نضيفة هنحط الخميرة بعد ما تفاعلت وتأكدنا ان هي شغالة كويس، وهنضيف عليها معلقتين كبار من الزبادي. والزبادي ممكن نستبدله كمان ببيضة، يعني اما نحط معلقتين كبار زبادي اما نحط بيضة بدرجة حرارة الغرفة. دلوقتي بقى هنضيف الدقيق، وزي ما احنا عارفين انواع الدقيق بتختلف. في انواع دقيق بتحتاج نسبة سوائل اكتر من التانية، عشان كده احنا بنخلي حوالي ربع كوباية الاول ما بنضيفهاش لغاية ما بنشوف العجينة محتاجة نكمل كمية الدقيق او لا. واحيانا بتحط كل الكمية وتبقى لسه محتاجة مثلا معلقتين تاني او 3 دقيق. كمان الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات يختلف عن الدقيق المخصوص للعيش في نسبة احتياجهم للسوائل في العجن ليهم. عشان كده كمية الدقيق ممكن تزيد شوية أو تقل شوية، بس المهم نوصل لقوام العجينة اللي احنا هنشوفها مع بعض في الفيديو. وكمان دايما ما نستعجلش واحنا بنعجن وان احنا نضيف دقيق. لازم نعجن شوية في العجينة لغاية ما نتأكد ان هي فعلا لسه محتاجة دقيق، مش ان هي كانت محتاجة عجن. وهو ده قوام العجينة اللي احنا عايزينه. العجينة طرية قوي لكنها في نفس الوقت ما بتلزقش. دلوقتي بقى هنضيف عليها الزبدة. معانا معلقة ونص كبيرة زبدة، تكون الزبدة طرية، وهنبدأ نعجنها كويس جدا في العجينة بتاعتنا. في الأول طبعا بعد ما بنضيف الزبدة بتحسوا ان العجينة دايما كأنها مش ملمومة، مش عارفين تلموها، لكن بعد شوية هتلاقوها لمت وبقت كويسة. في المرحلة دي احنا كده بنقعد نعجن تقريبا حوالي 10 دقايق او اكتر. المهم ان احنا نوصل للقوام المظبوط للعجينة، ان هي تبقى ملساء تماما وناعمة. طبعا لو عندكم عجان هيسهل عليكم الخطوة دي، بس لو مش متوفر برضو مفيش اي مشكلة، العجن بالايد برضو ليه متعته. بعد ما نخلص العجن كويس ونوصل للمرحلة دي، شايفين شكل العجينة طرية ما بتلزقش خالص. هنجيب طبق ونحط فيه معلقة صغيرة زيت كده وندهن الطبق اللي هنحط فيه العجينة بتاعتنا. وهناخد العجينة وندهن وشها بالزيت ده عشان ما تعملش طبقة كده او قشرة من بره اللي هي بتختمر. هنغطي الطبق ببلاستيك وهنسيبه ساعة او ساعة ونص، المهم ان العجينة حجمها يتضاعف. في الوقت ده هنجيب القالب اللي احنا هنخبز فيه وهندهنه بزبدة خفيفة كده. التوست ليه قوالب مخصوصة، بس لو مش موجودة نستخدم عادي القالب بتاع الكيك. دي العجينة بعد ما اختمرت وحجمها تضاعف. بعد كده بإيدينا نقدر نعملها على شكل مستطيل، بنفرغ منها الهواء الأول ونبدأ بقى نفردها، أو ممكن برضو نستخدم نشابة ونشوف حجم القالب اللي احنا هنستخدمه، ونحاول نعمل العرض بتاع العجينة بتاعتنا بنفس الحجم بتاع القالب اللي احنا هنستخدمه. الخطوة دي بقى مهمة جدا عشان التوست ما يطلعش فيه مسامات واسعة كتير. لازم واحنا بنلف العجينة ان احنا ندوس عليها كده، نضغط عليها ونشد بالطريقة دي ونلف. نحاول ما يبقاش فيه فراغات واحنا بنلف الرول بتاع التوست بالطريقة دي. اهم حاجة هو طبعا الجزء الاولاني، وبعد كده بالراحة هنقدر نلف في العجينة بتاعتنا. نضغط بس كده بالراحة واحنا بنلف عشان نتأكد ان مفيش اي مسامات موجودة او فراغات يعني موجودة في الرول واحنا بنلف. بعد كده هنقفل الجزء الاخير ده كده على بعضه. وبعد ما نلف كويس ونتأكد ان كل حاجة فيه مظبوطة، هنحطه جوه القالب اللي احنا هنخبز فيه، ويكون الجزء اللي احنا قفلناه من تحت، ونظبطه كده كويس بايدينا ونضغط عليه ضغطة خفيفة قوي بالطريقة دي. دلوقتي بقى هتبقى مرحلة التخمير التانية. هنغطيها برضو ببلاستيك ونسيبه برضو يخمر لغاية ما يتضاعف حجمه بالشكل ده.
هنكون طبعا ولعنا الفرن في الوقت ده وتكون سخنة كويس على 180. بتدخل الفرن بتاخد تقريبا حوالي نص ساعة. بعد ما بتخرج وتهدى كده حاجة بسيطة بندهنها دهنة خفيفة جدا بالزبدة على الوش. يعني هي نفس الفرشة اللي أنا دهنت بيها القالب كان فيها بواقي زبدة، أنا عملت بيها كده الوش بتاع القالب التوست بتاعنا. الحاجة التانية بقى المهمة قوي في التوست انه ما ينفعش نقطعه غير لما يبرد تماما، لازم يبرد تماما قبل ما نقطعه. ويفضل نستخدم السكينة اللي هي مشرشرة دي عشان نقطع التوست. شايفين هو طري ازاي؟ نبدأ بقى نقطعه بالحجم اللي احنا عايزينه. وبأكد تاني انه لازم يبرد تماما، لو حاولنا نقطعه هو حتى دافي شوية هنلاقي القلب بتاعه زي ما يكون معجن حاجة خفيفة، لكن لما بنسيبه بيبرد تماما بيبقى مظبوط جدا. لو عايزين التوست يبقى طري كمان اكتر من كده يبقى بعد ما بيبرد تماما، ولازم يكون بارد تماما، تغطوه بكيس. انا كده ما غطيتوش، انا مجرد سبته انه يبرد كده في المطبخ عادي. انا جربت واحده وحمصتها كده في التوستر، مش متخيلين طعمها ازاي بجد، انا كلتها حاف من حلاوتها. اتمنى انكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي في التعليقات رايكم فيها ايه، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. بالهنا والشفا، واشوفكم الفيديو الجاي.